صباح الفل يا بلدي، وصباح الفل على ولاد بلدي الطيبين الأحرار، وصباحك زفت يا بلحة. أنا طبعا بصحى وبنام على أخبار الوطن. فصحيت النهاردة على تصريحين للفريق أو الوزير كامل الوزير. والحقيقة أنا حبيت أن أنا أشارككم التعليق على الخبرين أو التصريحين، لأن هم تصريحين ملهمين جدا الحقيقة. بيقول في أول واحد: في أول يوم حفر لقناة السويس الجديدة حدث عطل في ماكينة التشغيل في الفجر. لقيت السيسي بيتصل بيا بعد الصلاة، أهم حاجة بعد الصلاة، بس عشان دي عدة النصب بتاكل جامد مع المصريين. اوكي، فبقول له: هو انت عارف اني مزنوق وفي ضيقه يا فندم؟ قال لي: لا، وبدات ابكي وانا اعيط. اوكي، فقال لي: وحياة دموعك يا كامل هننجح. خلصت المكالمه وبعدها ظهرت عبقريه المهندس المصري وتم حل مشكله عطل الماكينه. طبعا انا مش عايزه اعيط، انا عايزه الطم. خلاص. التصريح الثاني لنفس كامل الوزير، هذا الكامل الوزير بيقول: جدي وجدتي كانوا بيقولوا لي ممكن ما تاكلش مش هتموت، ممكن ما تنامش مش هتموت، لكن كلمة ممكن تموتك، لكن كلمة ممكن تموتك زي كلمة ممكن تموتك زي يا فاشل أو يا فاسد أو يا مهمل. وأنا الحقيقة يا كامل، انت والسيسي، انا عايزه اقول لك انت وهو سبحان الله، والحكومه كامل، الحكومه بكل اركانها اجتمعت فيهم قصه يا فاشل ويا فاسد ويا مهمل. انتوا الثلاثه، انتوا فاسد وفاشل ومهمل، وضيف عليهم كمان كذاب وقاتل ومفسد في الارض. احنا عايزين حد يا جماعه يتطوع من المصريين يكون بطل كده ويطلع لنا الاستاذ كامل الوزير والاستاذ عبد الفتاح السيسي من فيلم قبلي فوق الشجره اللي هم واقعين فيه. بقالهم 11 سنه. انتوا بقالكم 11 سنه يا جماعه بتكلمونا: ابويا قال لي، وجدتي قالت لي، وعمي قال لي، وخالتي قالت لي، والحنيه وطقم الحنان، وصليت وبصلي. يا جماعه صلوا لنفسكم، جدتك قالت لك لنفسك. احنا لنا دلوقتي الافعال على وشك يبان يا ندغي اللي بين. انتوا مستلمين البلد بقالكم 10 سنين ونص، دمرتوها، جبتونا تحت الارض، يعني كأن مصر دي زي هيروشيما وناجازاكي كده، كأننا ضربنا زلزال وبركان الاتنين مع بعض، نزلتونا تحت الارض. جدتك ايه وجدك ايه وعمتك ايه وعمك ايه؟ احنا يا ابني شايفين، احنا معاك على ارض الواقع في 2023. جدتك وجدك ماتوا من 200 سنه، انت تلاقيك هتطلع عندك 100 سنه لوحدك. جدتك وجدك ماتوا من 200 سنه، احنا دلوقتي اللي عايشين معاك بنقول لك انتوا فاشلين وفاسدين ومجرمين ومتخلفين عقليا، وجبتوا البلد تحت الارض، جبتونا كلنا تحت الارض. غوروا بقى في 60 داهيه، وكفايه هبل، وكفايه بقى المتاهه اللي انتم عايشيننا فيها. صليت وبعد الصلاه وقبل الصلاه وفي نص الصلاه وجالك في الحلم، والاوهام اللي انتم عايشين نفسكم فيها دي، الاوهام دي دمرت البلد. قصه ان انت بتصلي دي ما بقتش بتجيب معانا احنا، بتجيب مع المتخلفين اللي قاعدين في الزريبه، اللي بيصدقوكوا، بيصدقوا هبلكوا، بيصدقوا الحبتين اللي انتوا بتعملوهم. لما انت بتصلي بتسرق البلد ليه؟ وفلوس القروض راحت فين؟ ولما التاني قلبه عامر بالايمان كده بيقتل الناس ليه ورميهم في المعتقلات ليه؟ بطلوا دروشه، بطلوا هبل، والحبتين العبط اللي بتعملوهم علينا دولت ما بقوش بياكلوا معانا خلاص. انتهى، جيم اوفر. غوروا